نبدأ معكم كالمعتاد بجولة إخبارية سريعة نحاول من خلالها قراءة أهم وآخر الأحداث. أرحب بضيفي الكريم الذي يصحبنا في هذه القراءة التحليلية لأخبار اليوم، الكاتب الصحفي الأستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام. أهلا بك أستاذ شريف. أهلا بك. سلام طيب. نبدأ بهذا الخبر من الوطن. بعد غياب 3 سنوات مصر تعود رسميا لعضوية البرلمان الإفريقي، حيث عادت مصر رسميا اليوم إلى عضوية البرلمان الإفريقي بعد غياب دام 3 سنوات. وألقى دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلمة أمام البرلمان الإفريقي في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وحظيت الكلمة بتصفيق حاد من قبل الدول الإفريقية المشاركة في البرلمان الإفريقي. أستاذ شريف، بداية كيف ترى مسألة عودة مصر مرة أخرى لعضوية البرلمان الإفريقي؟ من حيث المبدأ صحيح أن مصر بعد 30 يونيو بدأت في استعادة ما فقدته بعد السنين التي واكبت ثورة يناير، لكن عودة مصر للبرلمان الإفريقي بالتأكيد لها دلالات أمور لابد أن نتوقف أمامها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو بعد 30 يونيو حصل على مستوى السياسة المصرية الخارجية نهضة ونشاط مرة أخرى ملحوظ، والحقيقة ده كان برضو توج بأن مصر تلتحق بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وهي ترأس مجلس الأمن لمدة شهر. الكلام ده حصل من امبارح. اللي حصل النهاردة برضو استمرار ومواصلة لمسيرة الإصلاح السياسي على المستوى الخارجي، لكن فيما هو أهم من مجرد العودة إلى البرلمان الإفريقي، هو لابد أن يكون هناك ترجمة لهذه العودة من خلال إعادة ترميم العلاقات مع إفريقيا، وإعادة الشراكة الاقتصادية والشراكة السياسية مع دول هذه القارة السمراء. ده لأن القارة السمراء الحقيقة بترقد على كنوز كبيرة جدا وموارد يمكن استغلالها، وهذه العلاقات هي اللي ممكن تؤدي إلى تعزيز دور مصر وتعزيز وجودها على المستوى الإفريقي، مش بس إنها تبقى عضو في البرلمان الإفريقي فقط. عظيم. طب أستاذنك في أنه السفيرة منى عمر مدير المركز الإفريقي بالجامعة البريطانية تنضم إلينا. أهلا بك سعادة السفيرة. أهلا بك يا فندم. إلى أي مدى من وجهة نظر حضرتك عودة مصر لعضوية البرلمان الإفريقي من الممكن أن تساهم في تفعيل دور مصر الذي نطمح إليه بعد 30 يونيو، دورها الفاعل في محيطها الإفريقي؟ طبعا هي العودة في حد ذاتها مكملة للدور الرسمي المصري اللي بيتمثل مثلا في الزيارات المتبادلة على مستوى رؤساء الجمهوريات أو الوزراء أو غيره، لأن دي علاقات على المستوى الشعبي، على مستوى ممثلي الشعوب الأفريقية. ودي فرصة قوية جدا بالنسبة لمصر إنها تعرفهم بحقيقة ما يحدث في مصر، وما ما تسيبهمش مش الإشاعات، للأيدي والتحركات المغرضة اللي فعلا بتتعرض ليها عدد كبير من الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية، واللي أدت إلى أنه كان في بعض المواقف السلبية تجاه مصر. فتواجدنا في هذا البرلمان من شأنه أنه هو يدي صورة صحيحة عما يحدث في مصر، لأن كل دي ممثلين للبرلمانات الأفريقية هيعودوا لدولهم ويشرحوا وينقلوا الأوضاع. أنا يهمني كمان إن هو إن شاء الله نحن نحاول نحصل على مناصب سواء رئاسة أو نواب رئيس بالنسبة لهذا البرلمان، بحيث إن هو برضه نكون في الصدارة في مؤسسة هامة مثل البرلمان الأفريقي. برأيك سعادة السفيرة، إلى أي مدى من الممكن أنه العمل البرلماني يخدم أو يخدم على قضايا سياسية أو بعض المشكلات السياسية التي تواجه مصر في محيطها الإفريقي؟ ولعل في مقدمة هذه المشاكل طبعا مشكلة سد النهضة في إثيوبيا وطبيعة الموقف مع إثيوبيا. مهم جدا جدا جدا، لأنه زي ما بقول لحضرتك احنا من متابعتنا اللي بيحصل في أفريقيا في تحركات بتحصل سواء مثلا على المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان أو في غيرها من المحافل الأفريقية مش ما كناش احنا متواجدين فيها خلال الفترة الماضية، فكانت فرصة إن هم يشتغلوا ضدنا في هذه المحافل. أنا كنت دايما بدي مثال زي ما حضرتك بتقول كده بموضوع سد النهضة. احنا لو كان عندنا تبادل للزيارات البرلمانية وعلاقات برلمانية مع برلمانات دول حوض النيل، كان على الأقل في الفترة اللي كان بيتم فيها مناقشة الاتفاق الإطاري قبل إقامة سد النهضة، وموضوع سد النهضة في حد ذاته
كان هنقدر ان احنا نوصل لشعوب هذه الدول ان مصر ليست دولة طامعة في الحصول على مياه النيل والاستئثار بها كما يدعون او كما يعتقدون، ولكن انه هو احنا فعلا تحت خط الفقر المائي، وان هو العملية بالنسبة لنا حياة او موت. وده كان من شأنه ان هو يغير المواقف بتاعت هذه الدول مننا وتبقى داعمة لينا على الأقل في مواجهة مثلا الموقف الأثيوبي. نعم. ما يبقاش الناس فاكرة إنه هو إحنا ناس مفترين يعني. صحيح. فطبعا مهم جدا جدا يعني. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفيرة منى عمر مدير المركز الإفريقي بالجامعة البريطانية. شكرا جزيلا لك يا فندم. أعود إليك مرة ثانية يا أستاذ شريف في سياق الحديث عن تقوية العلاقات المصرية الإفريقية. هناك وجهة نظر تبني على فكرة القوى الناعمة المرتبطة بالثقافة والعلوم والفنون، يرون فيها نافذة قوية ربما تتخطى كل ما يبذل من جهد لتعميق العلاقات المصرية الإفريقية. إلى أي مدى ترى صحة هذا الكلام، وإذا اتفقت معه ما هي الخطوات التي اتخذناها في هذا السياق؟ لا، وأنا أتفق مع هذا الكلام تماما، لأن العلاقات بتبنى من خلال التبادل الحضاري والثقافي، من خلال البعثات اللي يتم تبادلها بين الدول، من خلال نقل الثقافة والحضارات بين الدول والأخرى، التأثير والتأثر. دي في حد ذاتها فلسفة ممكن انها تحقق التقارب وتحقق التواصل مع الآخرين. السياسة والاقتصاد بيبقوا الهدف منهم أساسا هو بناء الجسر بينك وبين الدول الأخرى، لكن الروابط الثقافية والحضارية دي مش بس على فكرة انها بتقوي العلاقات، لا، دي ممكن تساهم في حل مشكلات كثيرة ونزاعات كثيرة جدا، لانها بتقرب وجهات النظر وبتنقل الثقافة من مجتمع لآخر، وده من شأنه انه هو يوطد العلاقة اكتر بين المجتمعات. ده يتم ازاي؟ ده بقى دور وزارة الثقافة في الفترة المقبلة. اذا كانت مصر استطاعت ان تعود الى البرلمان الافريقي، لابد ان يكون هناك مهمة على عاتق المسؤولين في وزارة الثقافة، وان احنا عندنا الحقيقة فرق فنية وفرق مسرحية مش بس رسمية، لا، فرق مستقلة تقدر ان هي تسافر تشارك بعروضها وتشارك بنشاطاتها في فعاليات ومهرجانات افريقيه، وبالتالي احنا برضه نستقبل ده. يعني احنا كان عند مهرجان السينما الافريقيه في الاقصر، ده حقق رواج سياحي بس ورواج للاسف البعض يمكن ربما حتى هذه اللحظه بينظر نظره تقليل من حجم ما هو موجود من ثقافه او فنون عند بعض الدول الافريقيه الاخرى. ما احنا ما يهمناش على فكرة قدر ان لا، دي برضو نظرة سطحية للأمور. انا ما عنديش مصادرة على أفكار وعلى ما يقدمه الآخرون من إنتاج. أنا المفروض ما احكمش عليه على قد ما أنا استقبله وامتصه، بل بالعكس أنا أساهم في تطويره. يعني في حاجات على فكرة، في مسائل في مسألة الثقافة دي بتعتمد على ورش العمل. ورش العمل دي على فكرة بيبقى فيها مكتبة اسكندرية على فكرة، على سبيل المثال كانت فترة من الفترات بتعمل ده من خلال حوض البحر المتوسط، كانت بتعمل وتنظم مهرجانات وورش عمل بتستقبل فيها وفود أجنبية، وتستقبل فيها مخرجين وفنانين مسرحيين من مختلف الدول سواء أوروبا. ده ممكن يحصل على نطاق الافريقيا، ان يتم استقبال ده ويتم على فكره التعاون. ده اللي ممكن يحصل. لا، تقليل من شأن الاخر دي على فكره ثقافه لابد ان احنا نتخلص منها تماما. عظيم. من التحرير نتابع هذا الخبر. وزير الدفاع مهنئا الرئيس السيسي بالاسراء والمعراج. ندافع عن ارضنا بقيم نبي الامه. بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. وقال وزير الدفاع في نص برقيته: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ شريف. يعني برضو في سياق ترى تهنئة القائد الأعلى للسيد الرئيس. هي تهنئة بروتوكولية، يعني تهنئة الغرض منها يعني الأقدر إن احنا نقول كل سنة وانتم طيبين يا مصر. مصر كلها تبقى كل سنة وانتم طيبين، وأرجو إن احنا مقبلين على شهر رمضان في بعد شهر أو شهر ونص بالكتير. فأنا أتصور إن احنا يعني المناسبات الدينية دي المفروض بقى تبقى ليها صدى، ليها انعكاس على الشارع وانعكاس على السياسيين وعلى المسؤولين، ان كل واحد يلتفت لعمله، كل واحد يلتفت الى انتاجه، يلتفت ان هو يبقى فيه استقرار ويبقى فيه امن، وكل عمل في مجاله. هو ده البعد الديني في المناسبات. البعد الديني مش من فكرة ان احنا برقيات تهنئة، البعد الديني
المطلوب ان احنا كل واحد يلتفت الى دوره في المجتمع، ويحاول بقدر الامكان ان هو يحشد طاقته تماما لما يساهم في عجلة الانتاج. ومش بس كده، وبرضه بناء أسرة سوية من أبناء وأم، أب وأم وأبناء. هو ده المطلوب، هو ده اللي ممكن يصلح المجتمع ويتجه به إلى النهضة والتطور. الخبر التالي من الشروق، وللأسف خبر سيء في سياق الأخبار التي ربما أصبحت ملمح إلى حد ما في الفترة الأخيرة. العثور على جثة مواطن مصري ملقاة على شريط قطار في إيطاليا. المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أشار إلى أن السفارة المصرية في روما تلقت اخطارا بالعثور على جثمان المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم ملقاة على شريط القطار في مدينة نابولي الإيطالية مساء السبت الموافق 30 من إبريل، مع وجود مظاهر أولية لكدمات على الرأس والفك. ده توصيف صحيح يا فندم لو قلنا أنه أصبحت ملمح من ملامح الفترة الحالية فكرة يعني جرائم القتل التي يتعرض لها المصريون في الخارج بدأت ربما، أو ليبيا كان حظها الأوفر، إيطاليا ظهر فيها، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة دي، يعني أصبح شيء لافت للنظر. يعني أنا أشك أنها مصادفة. قد يكون ده ريجيني المصري الذي ظهر في نابولي، يعني رسالة من إيطاليا أن زي مصير ريجيني ممكن يتعرض له مصريين عندنا، أو ممكن تكون الحادثة مجرد حادثة عابرة. بس أنا بحس في النوعية دي من الأخبار إن مفيش شفافية في المعلومات. إحنا مش عارفين بالظبط مين هو الشاب ده وكان بيعمل إيه وإيه ملابسات الجريمة. دي حاجات لابد أن تتوقف عليها عندها وزارة الخارجية والانتربول. الشفافية دي سببها الطرف الآخر ولا الجهات المعنية داخل الدولة هي اللي بتحجب المعلومات؟ لا، أنا ما أعتقدش إن احنا بنحجب المعلومات. إحنا ما بنقدرش، ما عندناش القدرة الفعلية والعملية على الحصول على المعلومات. إحنا عندنا مشكلة مصرية عتيقة منذ فجر التاريخ، يعني إن إحنا دايما بنبقى تحت أمر الطرف الآخر، هو اللي امتى يظهر المعلومات وامتى يخفيها. وده ما ينفعش على فكرة، ده لا يصلح في العمل سواء في العمل السياسي او في العمل العام. احنا لابد على فكرة، اصل دي تتعلق بارواح بشر، احنا مش بنتكلم على محفظة تم نشلها او حاجة فقدت، دي ارواح. شك حضرتك حوالين هذه الجريمة برضو نضعه بين سيادة العميد خالد عكاشة خبير بالمركز الوطني للدراسات الأمنية. أهلا بك سيادة العميد. اهلا وسهلا. هل من الممكن أن تكون الحادثة الأخيرة للشاب المصري محمد باهر ممكن يكون ده رسالة للجانب المصري بأنه ده ريجيني مصري أو مقابل ريجيني الإيطالي الذي قتل في مصر؟ يعني لا أظن أن الجرائم من هذا النوع تتم بمسألة المقابل. هو جريمة في كل الأحوال، هو مواطن مصري تم ارتكاب جريمة قتل بحقه. لازالت الملابسات غير واضحة. الأمر يحتاج إلى على الأقل من 48 إلى 72 ساعة أمام الأجهزة الأمنية الإيطالية حتى تخرج بالتفصيلات المبدئية أو بالملامح المبدئية لملابسات الحادث. لا أظن أنه هناك عمليات رد فعل. إن كنت فهمت سؤال حضرتك بالشكل الصحيح. تمام. هو ضيفي في الاستوديو ربما يعني ألمح لذلك أنه ربما يكون برضو أحد الاحتمالات التي ربما تكون واردة في هذا السياق. يعني هذا الأمر من يكون قد ارتكب ذلك؟ هل هو من أهل ريجيني مثلا؟ هل هو من مواطنين إيطاليين عاديين بيرتكبوا جريمة مقابل جريمة أخرى؟ أظن هذا الأمر يعني احتمال مستبعد. الجانب الإيطالي في مشاهده الأخيرة وما خرج عنه في اللحظات الأخيرة أو الأحدث أو الانطباعات الأحدث اللي خرجت منه كانت بتتحدث حول تفهم كبير للمجهود اللي قامت به الأجهزة الأمنية وأجهزة التحقيق المصرية. وتم الاعتراف أخيرا من الجانب الإيطالي بأنه لن ينساق وراء الإشاعات ولا وراء التغطيات الصحفية التي بعضها ظهر في القاهرة والبعض الآخر في إيطاليا. فيما يتعلق بريجيني. فيما يتعلق بريجيني. طيب. يعني المسألة كانت الانطباع العام كان جيد. طيب في سياق العام سيادة العميد، تكرار مثل هذه الحوادث للمصريين في الخارج
يعني يمكن تفهمه بأي وجهة نظر؟ هل المسألة ممنهجة أصبحت ملمح ممكن نقول عليه ملمح أساسي في الفترة الحالية، المصريين مستهدفون بشكل أو بآخر، ولا برضو دي حوادث فردية تصادف وقوعها في فترة زمنية محددة؟ يعني اعتقد ان هي نوع من انواع المصادفات، لكن هناك حالة تربص اللي ممكن ان احنا نحيل اليه هذه الجريمة، ان هناك حالة من حالات التربص بالجنسيات العربية تجتاح الدول الاوروبية بكاملها منذ ازمة اللاجئين ودخولهم الى الاراضي الاوروبية في اكثر من دولة. وهناك حالة من حالات الهوس المجتمعي بأن موجات الهجرة والنزوح الجماعي هذه سوف تقلب الحياة على مواطني هذه الدول. العرب بشكل عام ولا المسلمين العرب فقط؟ لا، العرب بشكل عام والمهاجرين بشكل كبير. ويمكن تفهم ان تكون الملامح متقاربة او متشابهة. يمكن تفهم ايضا ان يكون هناك حالة من حالات الإقامات الغير شرعية، وهذا الأمر متكرر ليس من الجنسية المصرية فقط، ولكن من جنسيات عربية وأفريقية كثيرة. كل هذه الأمور تعطي مساحة من الاحتقان تسمح بارتكاب اعتداءات نظر إلى أن هؤلاء هم غرباء ورعاية لدول غريبة، وهي دي اللي ممكن تكون الشفافية في تكرار هذه الحوادث. الشفافية سيادة العميد في سياق هذه الأحداث كيف تراها؟ ترى حجم المعلومات ما تقدمه الدولة من معلومات بالنسبة للناس أو المواطنين؟ الدولة المصرية ولا الدولة الإيطالية تقصد حضرتك؟ لا، مصر، بتكلم عن المؤسسات المصرية المعنية هنا. المؤسسات المصرية أظن أن الحادث الأخير اللي كان موجود في بريطانيا كان في تحرك مصري على أعلى مستوى وتحرك جيد جدا، وكان هناك تواصل من تفاصيل الحادثة مع الأجهزة الأمنية البريطانية ومن البعثة الدبلوماسية المصرية في لندن، وأيضا من وزارة التعاون الدولي ووزارة الهجرة. أعتقد أن تحركات من هذا النوع من قبل أجهزتنا للأجهزة المقابلة أظنها أنها مهمة وبتعطي للأمر جديته، وبتحث الأجهزة المقابلة الإيطالية في الحادث اللي احنا بصدده النهاردة أنها تأخذ الأمر بجدية. شفافية الإعلان عن أي معلومات تصل، أظن وزارة الخارجية لا تخفي معلومات، خاصة وهي بتبقى المصدر الوحيد أو قناة الاتصال الوحيدة والأحدث والأكثر سخونة واللي بتوصل لها البيانات بشكل سريع. حقيقة بشوف إن هي متجاوبة مع الرأي العام بشكل جيد، بياناتها سريعة، بياناتها إلى حد كبير شافية وفية مما يصل إليها من الطرف الآخر. أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاشة، خبير بالمركز الوطني للدراسات الأمنية. أعود إليك مرة ثانية أستاذ شريف. في سياق هذه الحادثة هل ترى أنه من الأفضل أو خدمة للموقف المصري أن يتم التصعيد بشكل أو بآخر من قبل بعض المؤسسات داخل الدولة تجاه هذه الدول التي تقع في هذا الحوادث؟ تحدث بشكل أكثر وضوحا على أنه مثلا كما حدث تصعيد في بعض البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأوروبي نفسه تجاه مصر على خلفية حادثة ريجيني. هل من الأفضل أيضا أنه البرلمان المصري والبرلمان العربي يكون هناك شكل من أشكال التصعيد أو الإدانة أو ما شابه؟ هي المسألة لابد أنها تخرج عن نطاق أنها مباراة في توجيه اللكمات. المسألة لازم لابد أن احنا نتقصى الحقائق. الرد العملي من وجهة نظري المتواضعة أن يبقى في فريق عمل من البحث الجنائي مشترك ما بين مصر والعرب لتقصي الحقائق حوالين هذه الحوادث، وإرسال مجموعة أو وفد من هذا الفريق إلى متابعة الحوادث هناك مع الأجهزة الأمنية في الدول اللي وقعت فيها هذه الحوادث. لابد أن يكون هناك حلقة وصل مستمرة ومتواصلة ما بين الأجهزة الأمنية المصرية والأجهزة الأمنية في هذه الدول، وبمنتهى الهدوء بدون أي نوع من أنواع التسخين الإعلامي أو أي نوع من أنواع الاتهامات، لأن أنت ما عندكش أدلة تقدر تستند إليها في إن في جريمة مع سبق الإصرار والترصد وقعت. قد يكون الشاب ده، يعني أنا لا أشكك في نزاهته وأخلاقه، قد يكون منحرف وخلاف بينه وبين أصدقائه، قد يكون فيه أسباب شخصية وراء الحادث. لابد أن احنا نتحلى بالعقل والحكمة، إن احنا نعرف بالظبط إيه هي الخطوات، وبعد كده لما نتوصل لنتيجة هنا نبني رد فعلنا. لكن احنا نبني رد فعلنا أو نقتدي بالآخرين في رد الفعل،
ده بيصغر من حجمنا وبيدي رساله سيئه وانطباع سيء عن مصر وعن العرب. ده بالاضافه لحاجه مهمه جدا، البرلمان الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان العالميه في حادثه ريجيني تحركت بعد ما استوفت المعلومات ان هناك غموض حوالين الحادث، ومع الاسف مصر ما قدرش تقدم اجوبه على اسئله كثيره، وبالتالي هم لجأوا لايه؟ ان هم سخروا مما حدث. فانت بالتالي مش ممكن تبني رد فعلك الا لما تتحرى الدقه وترسل فريق عمل متكامل وعلى اعلى مستوى من المهنيه علشان يتحرى الحقيقه. بمجرد ده نقدر نقول لحضرتك ايه رد الفعل المناسب. عظيم. اليوم السابع نتابع منها هذا الخبر: حريق هائل بمنطقة الرواعي بالعتبة والحماية المدنية تحاول إخماد النيران. شب أمس الاثنين حريق هائل في منطقة الرواعي بالعتبة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق، ويجري تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق وإخماد النيران. حضرتك شايف الخبر ده ازاي يا أستاذ شريف؟ ولأي مدى طبعا يعني ربما جت فترة كده كان في حوادث كثيرة جدا تكررت، نشوب حرائق وما شابه. يعني هو نوع من الاضطراب الأمني في الفترة الأخيرة، بس أنا شايف أن الموضوع أصبح تحت السيطرة إلى حد كبير، ودي حوادث طبيعية تحدث في أي بلد من بلاد العالم. يعني أي دولة لابد ما نحاولش أن احنا نضخم الحدث على قد ما نطالب وزارة الداخلية أو نطالب القائمين على حماية المنشآت الحيوية بمزيد من اليقظة. عظيم. المصري اليوم نتابع منها: الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام نقابة الصحفيين، تطور مقلق، حيث أدان الاتحاد الأوروبي في بيان له أمس الاثنين اقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين، وصفه بالتطور المقلق ومواصلة لتضييق الخناق على المجتمع المدني وحرية التعبير. في التوقيت البرلمان الأوروبي بيدين فيه اقتحام النقابة أستاذ شريف، بتجد أنه هناك بعض الصحفيين يعني متقبلين المسألة، يعني أو لا يرون ضرر في هذه المسألة. فأني مسألة؟ مسألة اقتحام النقابة، يعني أصبحت في ردة فعل غاضبة. وما اعرفش انت برضو رأي حضرتك فيها ايه، لانه الجماعة الصحفية ربما انا مش عاوز اقول منقسمة، لكن في بعض الاصوات ترى انه عادي مش مشكلة، يعني فكرة انه ناس مطلوبة امنيا والامن دخل جابهم من النقابة. احنا في حياتنا مع الاسف الشديد بنفتقد للموضوعية. احنا ما عندناش موضوعية كافية علشان نحط كل حاجة في حجمها واطارها الطبيعي. أنا واحد من الناس عضو نقابة صحفيين وأنتمي للجماعة الصحفية. أرفض أن الأمن يلجأ إلى حلول قمعية في اقتحام مبنى النقابة وضبط وإحضار متهمين أيا كانت التهمة المتجهة اليوم بهذه الأسلوب. في حلول كتيرة جدا. لكن الخطأ الأساسي لابد أن نعترف صدر من نقابة الصحفيين نفسها. الخطأ أن هي سمحت، وده شيء على فكرة يحط علامات استفهام، 2 من الزملاء منهم واحد مش عضو نقابة. ده برضه على فكرة أنا بس خليني أشير الخبر ده عشان برضه حضرتك تكون معايا في الصورة. حظر النشر في واقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا. أيوة. حيث وزر النائب العام المستشار نبيل صادق مساء اليوم الثلاثاء قرارا بحظر النشر في واقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا بنقابة الصحفيين. بس عشان حضرتك وانت بتحلل الخبر يعني طبعا تجنب فكرة ان انت انا كنت عارفه على فكرة قبل ما اجي. انا فعلا حظر النشر، وده شيء طبيعي جدا لان الموضوع حصل فيه تضخيم شديد جدا، وحصل شرخ في العلاقة ما بين المؤسسة الصحفية ومؤسسة الداخلية. طيب بعيد عن إلقاء القبض على الصحفيين، خلينا نتكلم في فكرة التصعيد أو ردة فعل الصحفيين تجاه ما جرى. خطأ لسبب بسيط جدا، لأن الخطأ زي ما قلت لحضرتك لابد أن نعترف نقابة الصحفيين كان لابد أن تتعامل بحكمة وبأمانة وباحترام دولة القانون. دلوقتي في صحفيين دخلوا، يعني ايه صحفيين يعتصموا في النقابة وفي ايام عطلة رسمية؟ انا كواحد، انا كعضو نقابة ما بخشش النقابة والنقابة مقفولة في اجازات. فانت لا، انت دخلت واعتصمت، والامن كان بيتفاوض معك لمدة 3 ايام علشان تسلم هؤلاء المتهمين. بالاضافه ان ده طلب ده استجواب. بس الكلام اللي صادر بشكل رسمي انه الكلام ده ما حصلش اي شكل من اشكال التواصل ما بين الامن وحد في النقابه لتسليم المطلوبين او المطلوبين. انا المعلومات اللي عندي غير كده. لا حصل تواصل، وهنفترض ان حضرتك ما حصلش تواصل. انا دلوقتي حد دخل بيتي وانا طلب ان انا اقويه وان انا احميه، لازم اعرف كويس قوي هو عمل ايه ومين عايزه بره، وانا اللي بادر. انا نقابه الصحفيين دايما على فكره هي المبادره
في حل القضايا مش هتعرف تحل قضيتها الخاصه؟ انا اتواصل مع الامن واعرف كويس قوي انت عايز ايه، وبالتالي لما يبقى في طلب ان هم طلب استجواب في قضيه لا تتعلق بحريه التعبير، هي قضيه خاصه بالتحريض على، ما احنا قلنا بلاش نتكلم فيما يتعلق بالقضيه، خلينا ليه مفيش مشاكل، عشان بس الحلال بين والحرام، لا احنا مش بننشر بس اللي بنقول الوضع، احنا بنوصف اللي حصل. انا بنقول على فكره حضرتك انا كدوري كنقيب او مجلس نقابه ان انا هقول للناس اللي لجأوا ليا اتفضلوا روحوا توجهوا الى جهه التحقيق وانا هوفر محامي يدافع عنكم. طب اللي انا فهمته من كلام الاستاذ قلاش، لانه تواصل معنا مع بدايات الحادثه يعني او التطور الازمه، ان هو ما كانش يعني الفكره او التحفظ او الازمه جت من فكره دخول قوات الامن النقابه بدون تنسيق مسبق وبدون اجراءات يجب اتباعها، مش بالشكل ده. يعني الفكره مش فكره انه هيقوي طرف مطلوب للداخليه او ما شابه. طبعا هم رافضين يعني المساحه دي من النقاش. حصر الموضوع في الزاويه ده مرفوض. خلينا ناخد وجهه النظر الثانيه يعني الى جانب. طيب هو عايز يناقش ايه؟ ما اصل ايه مصدر المشكله؟ مصدر المشكله انه اقتحام قوات الامن بالشكل ده النقابه، ودي يعني لا يليق في عرف النقابه. وطبقا ده شيء ده في بدايه الحديث قلت لحضرتك ده لا يليق، ده هناخد ده ممكن يتاخد رد فعل واضح انه ده ما يحصلش، لان ده يعني انتهاك لحرمه مكان، ده شيء طبيعي. لكن ايه مصدر المشكله؟ مصدر المشكله ان في ناس متهمين في قضيه ما تم الاحتماء بالنقابه لعدم تنفيذ القرار. عظيم. هنا نقطه من اول السطر. من اول السطر طريقه خروجهم بقى، طريقه خروجهم ما تبقاش بالشكل ده احنا موافقين على ده. لكن ده الجزئيه الفرعيه في الموضوع. هنا بقى ابدي سؤال، طالما حضرتك متفق في هذه الجزئيه، هذا التصعيد مبرر؟ طالما حضرتك برضو متحفظ على فكره اقتحام النقابه بالشكل ده، هذا التصعيد مبرر من قبل الصحفيين؟ تصعيد ضد الداخليه؟ تصعيد في رفضهم واعتصامات، ويعني احنا تابعنا ربما النهارده. ده مفهوم، ده مفهوم. نقابه الاطباء اعتقد المحامين والمهندسين تضامنوا، قالوا ان هو ممكن يسيروا بعض الوفود للتضامن معهم في اعتصامهم. ما هو حضرتك ده موقف عام او موقف تضامني بيلجأوا ليه النقابات علشان يحافظوا على حقوقهم، ما ده شيء منطقي في لعبه السياسه والنقابات. لكن مربط الفرس اللي احنا دلوقتي اللي بنتكلم فيه ان دلوقتي يعني لب المشكله انت ما حلتهاش، انت بتتكلم في فرعيات. ده هيتم يعني انا متاكد ان القرار والقانون والنائب العام يرفض ده وممكن يعاقب، وبالعكس وزير الداخليه ممكن يعاقب طريقه الاقتحام. ده احنا بنطالب بده لان الاسلوب القمعي مرفوض. بس لكن انت التعامل مع الموقف نفسه هنا في علامات استفهام، لابد بقى من جلسه خاصه ما بين مجلس النقابه والصحفيين، وخصوصا ان في جمعيه عموميه غدا. ده لابد ان يسجل. حضرتك هتحضر؟ طبعا ناوي ان شاء الله يعني؟ طبعا لان احنا لازم نسجل ده. اقتحام مبنى النقابه بهذا الاسلوب القمعي مرفوض شكلا وموضوعا، لان مش هي دي الحلول الامنيه المطلوبه. الحلول الامنيه المطلوبه ان يتم سياده القانون. على حسب برضو ما انا فهمت من كلام الاستاذ يحيى قلاش ان هو طالب باقاله وزير الداخليه. دي مطلب مبالغ فيه. وزير الداخليه خارج الصوره دلوقتي، يعني انا دلوقتي لو ضابط اخطا اقيل وزير الداخليه ليه؟ حتى لو كان ليا تحفظات على وزير الداخليه، مش هو ده الموقف اللي اطالب بيه باقاله وزير الداخليه. لا، انا طالب وزير الداخليه بامتى؟ لما تحصل مجزره، لما يحصل ارواح تزهق، لما يحصل اي حاجه فيها يعني فيها كوارث. لكن هذا يعاقب الامن. من خلال يعني تواصل حضرتك مع الزملاء، يعني هناك برضو من يتبنى وجهه النظر دي بشكل كبير في الجماعه الصحفيه. او بمعنى تاني، عيد صياغه سؤالي، هل تعتقد ان الجماعه الصحفيه هتنقسم على نفسها بكره في الجمعيه العموميه، مش هتتوحد حول راي واحد؟ لا، هي هتلتف حوالين هدف واحد، هو ان نقطع الطريق عن مثل هذه الاساليب الامنيه، انما ما تتكررش تاني. هتلتف ان لابد يبقى في وقفه. لكن مثلا لو جاء مطلب فكره اقاله وزير الداخليه، هنا ممكن الاراء تنقسم؟ ممكن تنقسم، لان في ناس محملين نقابه الصحفيين جزء من المسؤوليه. ناس من الصحفيين انفسهم. ناس من الصحفيين مش انا مش هخفي، انا واحد من الناس هحمل النقابه اللي حصل. لازم يعني ايه نقيب؟ نقيب ده على فكره لابد في المواقف والازمات ما يبقاش منحاز على طول الخط للجماعه بتاعته، لازم يبقى في مسافه متساويه من بين الاطراف عشان تقدر تحل. النقيب ده منصب تفاوضي، فلازم انت على قدر من السياسه. النقيب من وجهه نظرك ان هو سمح بدخول الصحفيين المطلوبين دول للنقابه؟ لا، تسمح لهم بس لازم تسلمهم.
يعني انت تسمح لهم وتسلمهم. هو بيقول وتتفق ما حصلش تنسيق معاه. ده هو بيقول ما حصلش تنسيق معاه. ده بمجرد انت حضرتك قعدت 3 ايام. ما في واقع قدامي، دول كانوا موجودين 3 ايام في النقابه، دي حقيقه حد يقدر ينكرها؟ ال3 ايام دول كانوا بيعملوا ايه؟ يعني هم كانوا معتصمين، يعتصموا في النقابه ليه وهم مطلوبين على ذمه قضيه؟ انا مش بتبرأ من زمايلي. لا انا واخد بالي، انا بس بتكلم يعني انت لازم تمشي دغري. بندور على الحقيقه، او يعني صوره لا الحقيقه يعني الاستاذ يحيى علاش جاله امر ضبط واحضار، وجاله حد من النيابه العامه مع القوى اللي راحت تلقي القبض على الاثنين الصحفيين. ده حصل؟ انا ما عنديش معلومه بده، بس ده طبيعي ان ده يحصل. طيب انا اقول حاجه، الامن عاوز يقتحم النقابه علشان يقبض على الزميلين. في تاكيدات من اعتقد حد من وكيل النقابه قال ان ده ما حصلش. استاذ كريم محمود اعتقد قال ان ده ما حصلش. طب ايه اللي حصل؟ ما حصلش ان هم اتبعوا الاجراءات القانونيه المتبعه في فكره القاء القبض عنهم. انا اشك في ده لسبب بسيط جدا، لان انا عندي واقع قدام عيني، والعقل هو اللي يميز بين الصواب والخطأ. ناس زمايلي ليهم احترامهم وتقديرهم ومتهمين في قضيه ما، مطلوبين للنيابه للاستجواب. نعم. وانت مش خايف من حاجه، لان انت مش على راسك بطحه. طيب. انت مش عد مدان، والقضيه عندك انت عايز تدافع عن حقك في التعبير وحريه التعبير. ده انا افهمه. احترام جزء من حريه التعبير ومسؤوليه حريه التعبير، واحترام القانون، احترام دوله القانون. انت دلوقتي كنقيب صحفيين وليك منصبك الشرعي ومنصبك الرمزي، مطالب منك ايه دلوقتي؟ مطالب منك ان انت لما حد يلجأ اليك تتفضل ننفذ القانون، في ورقه وفي ايه، في اذن نيابه وفي ضبط واحضار، تروح وهيبقى في مرفق معاك محامي، بل بالعكس فريق مشكل، وفد مشكل من نقابه الصحفيين عشان يدافع عنكم. صدقني والله الشريف اللي انا فهمته ان ده ما حصلش. ومع ذلك برضو مع الاستاذ جمال عبد الرحيم عضو مجلس اداره النقابه. اهلا بيك يا استاذ جمال. اهلا بيك. مساء الخير. اهلا بيك. اولا فيما يتعلق بالجمعيه العموميه غدا، هل في تفاصيل او اخبار جديده متعلقه بيها؟ لا والله مش سامع شويه عشان انا في الطريق، بس حضرتك الجمعيه العموميه يا فندم بكره اخبارها ايه؟ طب اتمنى على حضرتك بس لو في امكانيه حضرتك بس تركن كده على اي جنب وتكلمنا يبقى كتر خيرك. طيب يعني ربما من سياق كلام حضرتك يعني وحضرتك بتقول انه في نسبه كبيره جدا ربما تكون معانا تاني. استاذ جمال معاك حضرتك سامعني كويس؟ استاذ جمال معاك سامعك عصام. فيما يتعلق بالعموميه، الجمعيه العموميه بكره يا فندم، في اخبار تمام جديده في متعلقه بيها؟ لا يعني هو فيما يتعلق بهذا الامر، هو عقب واقعه اقتحام مقر النقابه يوم الاحد الماضي، مجلس النقابه عقد اجتماع طارئ. هذا الاجتماع صدر عنه بيان وجه الدعوه للجمعيه العموميه لعقد اجتماع في تمام الساعه 1. هيسبق الاجتماع المقرر في تمام الساعة 1 اجتماع آخر يجمع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وزملاء أعضاء البرلمان من الصحفيين وخدام النقابيين مع مجلس نقابة الصحفيين، ثم يبدأ اجتماع الجمعية العمومية. احنا هنعرض هذا الأمر أو سوف نعرض أمر اقتحام مقر نقابة الصحفيين على الجمعية العمومية، والجمعية العمومية تأخذ القرارات المناسبة، لأنه عندما تكتمل الجمعية العمومية لا صوت يعلو فوق صوت الجمعية العمومية، يتحول نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة إلى أعضاء في الجمعية العمومية. فإحنا بكرة هنخصص الجمعية العمومية للاقتراحات من خلال على أنا عايز أسميها الفضيحة التي ارتكبتها وزارة الداخلية في حق الصحفيين المصريين. طب أستاذ جمال، من خلال قراءتك لتفاصيل المشهد الصحفي وتطورات هذه الأزمة أو الفضيحة بين قوسين زي ما حضرتك سميتها، هل الجماعة الصحفية على قلب رجل واحد على رأي واحد، ولا في مش عايز اسميها انشقاقات، لأنه يعني أصبحت هناك بعض الأصوات أيضا تحمل النقيب جانب من المسؤولية في تطورات الأزمة؟ عايز اقول حاجة مهمة جدا. انا قديم شوية في النقابة، انا عضو نقابة من سنة 90.
انا كنت شاهد عيان على القانون، على الجمعيه العموميه الطارئه التي عقدت في ازمه القانون 93 لسنه 95، وهي الخاصه بحبس الصحفيين احتياطيا. انا شايف ان الازمه التي تمر بها نقابه الصحفيين حاليا هي اخطر بكثير من ازمه القانون 93 لسنه 95. ليه يا استاذ جمال؟ لان هذه الازمه هي اعتداء على كرامه الصحفيين. هو هذا الامر امر خطير جدا. يعني انا ما اعرفش البعض اللي بيتكلم عن ان ده امر عادي، يعني امر عادي كيف تقتحم نقابتك ويروع الامينين داخل النقابه. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. هل ملمح خطوره الازمه دلوقتي على الجماعه الصحفيه انها ممكن تصيبها في مقتل، انها تقسمها اكتر من فرقه واكتر من فصيل؟ لا، انا لا اعتقد ذلك. المشهد العام يؤكد ان الجمعيه العموميه لنقابه الصحفيين اسمح لي مره ثانيه. نعم، اسمح لي مرة تانية أقول لحضرتك أن هناك بعض الصحفيين يحملون سيادة النقيب جانب من المسؤولية في الأزمة. ما أنا بكمل، أنا بقول أن المشهد العام بيقول أن الجمعية العمومية هذه المرة بالذات على قلب رجل واحد تماما، بدليل أنه بعد واقعة الاقتحام مباشرة توجه إلى مقر النقابة المئات من الزملاء الصحفيين. بالأمس متواجد في النقابة المئات من الزملاء الصحفيين، اليوم متواجد في النقابة المئات من الزملاء الصحفيين. الصحف القومية والحزبية والخاصة خرجت اليوم وغدا أيضا، وهي منشطاتها الأساسية يتصدرها اقتحام مقر نقابة الصحفيين. يعني هذا المشهد يؤكد أن الجمعية العمومية على قلب الرجل واحد. عندما أتحدث عن نقيب الصحفيين الأستاذ يحيى قلاش ويحملوه المسؤولية، هو الأستاذ يحيى قلاش هو اللي اقتحم مبنى النقابة، ولا هو اللي كلف، ولا هو اللي طلب من وزارة الداخلية أن تقتحم مبنى النقابة؟ بيقولوا إن هو ما سلمش الصحفيين المطلوبين. هذا الامر عايز برضو اتكلم فيه بامانه شديده، لان انا شاهد عيان على واقعه. اولا الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا صدر قرار بضبطهم واحضارها تقريبا يوم 18 او 19 ابريل، يعني قبل يوم 25 ب3 أو 4 ايام، ومنذ ذلك الوقت هم مختفيين. انا ما اعرفش الداخليه ليه ما قبضتش عليهم، يعني ما قبضتش ليه عليهم طوال تلك الفتره. طيب. لو قبضت عليهم تلك الفتره احنا ما كانش لينا علاقه بهذا الامر. طيب. الزميلين عمرو بدر. نقطة أخيرة معلش، تواصل الرئاسة معكم في سياق هذه الأزمة، لأنه ربما سيادة النقيب ناشد مؤسسة الرئاسة بإقالة وزير الداخلية بشكل واضح وصريح. بالطبع ان رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي هو رئيس جمهوريه مصر العربيه، هو رئيس كل المصريين، فامر طبيعي ان يكون حكم بين السلطات. واذا راى رئيس الجمهوريه ان هناك اخطاء من وزاره الداخليه بالتاكيد سوف يتدخل في الساعات المقبله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال عبد الرحيم، عضو مجلس اداره نقابه الصحفيين. واشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف، سعدت بوجود حضرتك معنا في هذه الجوله. ان شاء الله نلقاك دائما على كل خير، وتبقى ضيف دائم معنا ان شاء الله في جولاتنا الصحفيه. شرفت. استاذ شريف سمير، الكاتب الصحفي مساعد رئيس تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لك. اهلا بيك.